السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى تكونوا كاملين مزيانين في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم جيت نصوب معكم لي ميني كيك، كيجيو صغار كيجيو زوينين اقتصاديين. هنا بالنسبه للمقادير، انا هنا احتاجيت 2 بيضات كبار، يعني ماشي صغار، يعني 2 بيضات كبار شويه، كتخليوهم بحراره المطبخ. غادي نضيف ليهم كاس يعني معامرش ديال العنبه كما كتشوفوا، ديال سكر سنيده، وغادي نخلط. عندي هنايا نص كاس ديال الزيت، انا هنا عطيتكم القياس ديال الكاس ديال العنبه. صافي، هكا كنبقى كنخلط حتى كيتخلطوا ليا دوك العناصر كاملين اللي درت. هنا خدمت معكم غير بالطراب اليدوي، مبغيتش ندير الطراب الكهربائي باش كتشوفوا القوام ديال الكيك كيفاش داير. هنا ضفت كاس ديال العصير ديال البرتقال. انا غادي نضيف واحد الكيس ديال الفاني، انا كان عليا نديرو في الاول مع سكر سنيده، تفكرتو حتى درت هذوك العناصر، ولكن ماشي مشكل. كتضيفوا داك الكيس ديال الفاني وكتبقاي كتخلطيه، يعني هاد العناصر ضروري كيتخلطوا مزيان حتى كتشوفي ديك السنيده راه دابت. هنا ضفت الكاس الاول ديال الدقيق، وكنبقى كنحرك حتى ما كيبقاوش يبانوا ليا دوك الكويرات ديال الدقيق. هنا ضفت الكاس الثاني ولكن ماشي كامل، ضفت غير نص كاس، وغادي نبقى نضيف شويه بشويه. نزربت شويه الفيديو باش ما يجيش طويل. هذاك نص كاس اللي بقى ليا ديال الدقيق بقيت كنضيف شويه بشويه حتى غنحصل على داك القوام ديال الكيك اللي بغيت انا. هنا بالنسبه للخماره، الا كانوا عندكم خمارات بحال هكا كديروا جوج، كانت عندكم خماره ديال اللي كناخذوا خنشه ديال الكيلو. كما كتشوفوا هنا الدقيق استعملت غير كاس ونص، النص اللي بقى ليا من الكاس الثاني. كما قلت لكم على حسب الخماره كديروا جوج ديال الخمارات ديال الحلوى. انا استعملت خماره ديال الباكيه، وغادي نستعمل معلقه بقياس يعني 8 كبره. ضروري الخماره ديال الحلوى كنغربلوها باش ما كيبقاوش دوك الحبيبات ديال الخماره في الكيك ديالنا. صافي، هنا كنقسم الخليط اللي عندي، كنقسمو على جوج. هنا من بعد ما قسمتو الخليط اللي عندي الاول ضفت ليه معلقه ديال القشور ديال الحامض، صافي، وكنخليه على جنب. والخليط الثاني غادي نضيف ليه معلقه صغيره ديال الكاكاو المر، غير معلقه صغيره، يعني ما ديروش معلقه كبيره. صافي، وكنخلط هذاك الخليط مزيان. هنا هاد الليمون الصغار كما كتشوفوا راهم يعني موجودين، كدهنوهم بشويه ديال الزبده وكديروا لهم واحد الرشيشه ديال الدقيق، وكل واحد كندير فيه انا قياس ديال 2 معالق كبار كما كتشوفوا.
كندير معلقة الأولى المعلقة الثانية، يعني هو هذاك القياس باش لحقاش هاد ليمون ماشي عاليين باش ما تفيضش لكم العجين، يعني ما تفيضش لكم الكيكة، عفوا ما تفيضش لكم الكيكة من فاش كتدخلوها طيب. صافي غادي كيما الخليط يعني الاول اللي درت بالشكلاط كيما غادي نكمل على الخليط الثاني اللي خليته عادي نستمتو غير بالقشور ديال الحامض. صافي هنا دخلتهم كيطيبوا، من بعد ما دخلتهم الفران يعني كتخليهم واحد المدة ديال 20 دقيقة، هادو ما كياخدوش طياب بزاف يعني كيكون الفران سخون، كتدخلوهم كتنقصوا البوطة وكتخليهم واحد 20 دقيقة. هنا غتحاولوا تحيدوهم هما باقيين شوية، يعني ما تخليهمش تيبردوا بزاف وعاوتاني ما تخليوش تحيدوهمش هما سخان. غندوزو هنا للكريمة. بالنسبة للكريمة أنا عندي هنايا خديت كاس ديال الحامض، يعني خديت نص كاس ديال العصير ديال الحامض وعمرت الكاس، يعني القياس ديال الكاس ديال العنبة نص كاس ديال الحامض ونص كاس ديال الماء. غادي نضيف لهم هنايا معلقة ديال الكريم باتيسير، وغادي نضيف هنايا 2 معالق ونص ديال السكر سنيدة، وغندير شوية ديال النكهة ديال الحامض، يعني غير راس معلقة لحقاش ما عنديش كمية كثيرة. صافي غادي نخلط وغادي نديرهم فوق البوطة حتى كتقى ليا هذاك الخليط. هنا من بعد ضفت واحد نص معلقة ديال الزبدة، هنا من بعد ما كيبردوا كنحيدوهم يعني بالزربة، يعني كتحيدوهم من هذوك الليمون الصغار. شوفوا كيفاش كيجيو، صراحة كيجيو رطبين وكيجيو خفاف، يعني كيجيو خفاف بزاف من الداخل. صافي وكنبدا كنعمر فيهم بهذيك لا كريم وهي سخونة، يعني ما تخليوهاش حتى تبرد، الا بردات كتعقد، يعني خصكم تعمروا هذوك الحفيرات وهي باقا سخونة. هاد القياس اللي عطيتكم ديال لا كريم كيخرج لكم يعني 8 ديال، كيجي حساب 8 الحبات. صافي وتزيين كيبقى على حساب شنو نتيا وكيفاش بغيتي تزيني. انا هنا زينت غير بواحد الوريقه ديال النعناع وطريف ديال الحامض كما كتشوفي. صافي وكنخليهم على جنب حتى كتجمد هذيك لا كريم عاد باش كنقدمو. بالنسبه للشكل الثاني اللي درتو بالشكلاط، هنا درت كاس ديال الحليب، درت 2 معالق ونص ديال السكر سنيده، غادي ندير معلقه ديال كريم باتيسير، وغادي ندير معلقه ديال الكاكاو المر، يعني معلقه غير صغيره، انا ما كنهضرش على معلقه كبيره، معلقه صغيره لحقاش هنا ما عنديش كميه كثيره، ونص معلقه ديال الزبده. صافي كنخلط كلشي كنديرهم فوق البوطه، كنبقى نحرك يعني ما كنغفلش عليهم حتى كتقى ليا شويه هذيك الكريمه، عاد باش كنعمر بها هذوك الميني كيك ديالنا كما كتشوفوا. هاد القياس اللي عطيتكم دابا ديال هاد لي ميني كيك كيخرجوا 17 كيكه صغيره، يعني كيخرجوا واحد الكميه زوينه. صافي هنايا من بعد كما كتشوفوا انا زينتهم غير بشويه ديال الشوكولاط فيرميسيل من الفوق، يعني ما ديروش هي باقا حتى كتبرد شويه الكريمه عاد باش كنديروهم. هذا هو الشكل النهائي ديالهم من بعد ما يعني ساليتهم كاملين. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ما يكونش طويل عليكم بزاف، كنتمنى تابوناو عندي وتبارطاجيو الفيديو مع حبابكم وصحابكم بصحه وراحه. السلام عليكم.